وهديه بشت من الشيخ جاسم الحميضي. عشان تعرف تحليتك. هي محلات احمد مكي هذا نفسها؟ هذه من عندك؟ البشوت هذه كلها من عندك صح؟ تسلم الله يحفظك. اولا استاذ خالد اهلا وسهلا ونورتوا مدينتكم البصره. الله يسلمك. وانتم بلدكم ان شاء الله. هذه ابسط هديه نقدر نقدمها لكم. الله يرحم والديك، شكرا. انت فرحت عصام الحضري، الله يفرحك. عصام الحضري يستاهل. عاد خليك خلاص بقى اسكت. بيض الله وجهكم. شكرا بارك الله فيك. اوكي. والعشاء لا، هاي وش هو؟ هاي الحلويات. هذه الحلويات اللي جات من الاخ طلال صح؟ وفي حلويات الحاج علي مهدي هذه صح، اللي احنا الحين عرضناها على الهواء. صحيح. الحاج علي مهدي الخاصكي. نعم. شكرا جزيلا. وينه؟ شكرا يا حاج. الله يخليك. تسلم الله يحفظك. الله يخليك. موجوده ها؟ موجوده. احنا نتكلم عن الحلويات، الله يعطيك الصحه والعافيه. هذا ابسط شيء. الله يرحم والديك. تسلم. حلويات الحاج مهدي علي مهدي الخاصكي. والله ونعم. تسلم. ونتمنى تشرفونا بالبصره، مكاننا موجود. ان شاء الله، الله يحفظك. تسلم الله يحفظك. وبعد الله يسلمكم حلويات من برحيه للحلويات. انا تعجبني من تطالعني لان انا مدقق اللغوي مالي انت. انا لازم اساعدك. اي تعجبني. نور اي كلمه غلط تصلح ليها على طول. لازم. زين، شكرا لكم من اخوان من الحلويات، من حلويات برحيه. شكرا لكم. هذه اللي كانها مالت يوم القرنقعو عندنا ترى نفس الشيء. اي هذا بس ليش ما تفتحونها؟ اللي قدام نور افتحها الله يخليك. مالت عبد الله الشيباني. اي واحد. عبد الله بطل اللي عندك. لا ما تقدر نقول. هذا برحيه. هذه برحيه يبا. هذا ما اعرفه. عبد الله مبطلها، روها وجيب لنا الرساله منها. هذا طبعا تمر والحلويات اللي هي تكون بطلها. اي هذه هي فيها التمر. هذه هديه المدرسه اللي فيها لحظه شوي. لحظه شوي بس. دقيقه لحظه. هذه مدرسه موطني السموحه والعذر. هذه مدرسه موطني، كل الشكر والتقدير. سله القرنقعو عندنا ترى. داخلها حلوياتنا حق هذه التمور او الحلويات الخاصه بالبصره. يعني العالم تجي للبصره حتى تاخذ هذه. شكرا يا مدرسه موطني. اي شيء صوب الحضر نبطل. اي شيء صوب نبطل. ان شاء الله يعجبكم القائد السياحي. الكيكه الزرقاء وين هي؟ راحت من منو؟ الحضري. اللي الحضري خرب لي اياها. اللي وداها على الفندق. ربنا يخليك الحضر. ربنا يخليك الحضري. اللي الحضري كسرها ودمرها. ما صورتوها؟ عبد الله يبغى موجوده؟ يلا حطوها. لا بس سكر حضر. مصورها عبد الله الرياش مصورها. اي يلا تولاي. وين؟ اوكي. زين. كيكه الملعب من ماما ميا الإيطالية. كلمة إيطالية مو عراقية مالك خصوصية. هذه وكالة ماما ميا الإيطالية في البصرة. شكرا لكم على هذه الكيكة، مشكورين. زين. وحلويات الحاج، هدية البشت. والعشاء اليوم قلنا من الدكتور نبيل التميمي. خالد العسل. اكو العشاء اول شيء، احنا قلنا العشاء مش العسل. الدكتور اليوم جانا ومع يعني بعض الضيوف، والدكتور يشتغل في الامم المتحده، الله يعطيه الصحه والعافيه. زين. والكيكه الزرقاء يا عبد الله ودوها ورا. كيكه الزرقاء ضروري يا شباب. لا هو مصورها يا خالد. ايه مصورينها ان شاء الله. نزلها يا عبد الله. زين. نزلها الله يبارك. وبعد هديه بشت من الشيخ جاسم الحميضي موجوده، لكن لا بساعه جابوا لي بشت انا بعد. ترى من ساعه اظن جابوا لي بشت. بشتك ما طلعتها لانه. اي يا اخي. يلا ما عليه عاد ماشي. والعشاء ذكرناه. وسامحونا يعني في شغله ثانيه، العشاء من منو؟ يا خالد الشيخ كاظم عازمكم الشيخ كاظم. جزاك الله خير. احنا نتكلم عن العسل. هو العسل؟ اتكلم عن العسل. العسل مقدم من مدير المركز العلي التميمي، صح؟ تسلم الله يحفظك. هذا مركز العلي يقدم العسل الطبيعي، اقدم مركز متخصص في مجال العسل. يعني
هديته المتواضعه الاخ جاسم، شكرا جزيلا لك، الله يرحم والديك، شكرا لكم، الله يجزيكم من فضل ونعيم. وجاتنا بعد حلويات، هاي ما ادري وشو، الاخ خالد سلمان خذ 4 5 قواطي منها وخشها عنده. هذه الله يسلمك قال بعد لي نصيحه نشأة اكرم ونور صبري. هي من البرحيه هاي ها هاي البرحيه؟ اي المرحيه. برحيه. لا برحيه يا برحيه. برحيه. هاي فيها حلاوه طحينيه. ايضا مشهوره. فيها سكر خلي بالك. يمينك كان كتب لي فيها سكر خلي بالك. حبيبي كابتن خالد هذه البرحيه خالد سلمان اخذ 15 وحده من هذا. البرحيه الله يطول لي عمرك، ونور صبري قال لي عنها مميزاتها بس حق ترى على الرياض. فكره للعلم، ترى هو جاب تقريبا فوق ال 15 حبه وعلبه، خالد سلمان يا عصام خذهم كلهم. ماشي بس انت ما تنفعش تاكل عشان هي بالليل. مش حاكل انا عاوز اخذ تقول خالد ما بطل. دير بالك زيت فيها زين. انتبه. هذه طحينيه هذه. هاي كانها رهش اي تشبه رهش بس طحينه رهش بس وايد دهن. رهش بالمكسرات. انتم سموها رهش ونحن سموها طحينيه، وهذا اسمها طحينية. مدري كلها هذيك وكلها تودي الطرق الى الله روما. يغنيهم ويكثر خيرهم. بس ترى اقول لكم مره بس ثانيه خلها عندك خالد. للامانه الله. العلب خذاها خالد سلمان. حضري وعنده بخواته واحده هناك شوف الحين اي شيء لازم اقول لك ايه روعه. في شيء ما ذكرناه يا فؤاد؟ ها؟ هو نفس الشيء من هذا عصام من عندك الموضوع السمم بقى؟ من الخاصكي. عندك الموضوع؟ اي شيل قول طيب. اختلاف شنو هاي عبد الله؟ ابو جاسم ترى بعدين تتعبني. هذه اذا ما خاب ظني تعرف ليش؟ السلوى يمكن. صراحه لانه يعني تحيه للجميع، انتم يعني ما تعرفون الناس ايش كثر تريد ضيفكم. واحنا انا هذه نور واحنا انا مالي دخل بكره ايش راح يصير. احنا يا جماعه الخير يشهد الله. بس دقيقه بس عند عبد الله. هذا شنو؟ هذا من السلوى. هذا من السلوى. من والسلوى حتى يفهمون. من والسلوى. اي نعم. ايوه. بس هاي جاي مع الطحين. احنا نقول من السماء. انتم تسوون من السماء. اي بس هو المن والسلوى. انا بشيلها انا لهنا. عليك بالعافيه. الصباح نشوط. مع العسل والصباح الخبز اصحاب بصره بس يبغى سكر. على على شط العرب. عليك بالعافيه. من اللي جايبه خالد هو راعي المحل. نفسه هو الخاصكي. اللي كنت بقوله كنت من الحاج علي مهدي. اللي بقول لكم اياه باختصار، يشهد الله ان احنا جايين في مهمه واجب، مش محتاجين هذا الشيء. يكفي تقديركم، يكفي ابتسامتكم، يكفي حفاوتكم، يكفي تنظيمكم للبطوله، يكفيني اصراركم. والله ثم والله ثم والله ما ننتظر منكم اي شيء. كفايه ان احنا عارفين وحاسين ومتاكدين ان كل واحد فيكم يسوي شيء، فلذلك انتم قاعدين تحرجونا. فانا ما ابي بكره والله يعني بعض من الشعب العراقي يقول والله ان عطوا المجلس او سووا حق المجلس، لاني انا عارف ان طالع هالشيء من قلبكم من اعماقكم، وانا جاي وظيفه وجاي واجب، أؤدي واجبي بالتمام والكمال، وابشركم انا وظيفتي يعطوني عليها راتب. يعني انا اثناء وجودي هنا مؤسستي تكافئني. فبالنسبه لي تشرفت وسعدت، واحساس بالواجب والمسؤوليه كمذيع او صحفي رياضي او حتى برنامج المجلس كاسره او اسره قناه الكاس، ان تواجدنا في كل بطولات الخليج، واجب علينا ان نكون موجودين بينكم، واجب لا فضل ولا منا لاحد. فاتمنى ان انتم يعني لا تحرجونا معكم. بس ضيافه وانا عشان شيء بتكلم، انا مو بقادر كيف اوصلها. العراقيين بس انا لاول مره احس نفسي اني عاجز لتوصيل الفكره، لان بالنسبه لي انا اكبر هديه بالنسبه لي ان الله انعم علي وقدرني وجيتكم العراق، بس هذه اكبر هديه، وهديه ربانيه